صباح الخير، عاملين ايه؟ وحشتوني. عندي معركه في المطبخ جايه لها حالا عشان الحاج صقر جاي النهارده، فانا عايزه اتبل الفراخ من بدري واعمل كذا حاجه كده، فمش هعرف اشتغل في الكركبه دي. كمان كنت بعد كام سجاده يتغسلوا فجم امبارح بالليل، فعايزه بس المع المطبخ قبل ما افرشها عشان ادخل اشتغل على رواقه كده. المهم بجد ما شاء الله، انا مش قادره اوصف لكم قد ايه المكنسه دي عمليه. يعني انا دلوقتي في العادي كنت هدخل اكنس الاول المطبخ وبعدين امسحه وبعدين يا انشفه يا استناه ينشف. تمام، دي خلتني اعمل بجد الثلاث خطوات في واحد. ما شاء الله عمليه جدا بشكل لا تتخيلوا. فاللي تقدر تجيبها توكل على الله وتجيبها، لان هي فعلا تستاهل كل جنيه. ومش هشغلها على حاجه ماكس مثلا او برنامج مختلف، لا هو البرنامج بتاعها بيقوم بالواجب وبزياده. كده كنست ومسحت. بقول حد يجي يخرجني من المطبخ عشان انا مش هعرف اخرج لوحدي ولسه ما خلصتش حاجات كتير قوي. لسه الرخامه اصلا محتاجه دعكه كده، لسه الفراخ هنتبلها، لسه في شغل وحاجات بقى ترجع اماكنها ونحط غسله تانية والخ الخ. المهم خلينا نعمل مع بعض تتبيله الفراخ، الكتاب اللي ما بيطلعش غير في رمضان. حلو الكلام، حلو. الفكره ان انا هعملها من بدري عشان هي محتاجه تبرد قبل ما احطها على الفراخ. انا نقع الفراخ هنا اهو اهي، فهسيبها تتصفى اكون عملت الخلطه، واما تبرد خالص ابقى احطها. اوكي يلا بينا. طنب بصلايه عادي عشان الوصفه. لقيت منظر الدرج كده اسيبه في حاله، لا مش هسيبه في حاله. هعمل ايه؟ بص تاني مفيش تاني كده. نفرش واحده جديده بعد ما نشفط طبعا بواقي البصل. مش هخلص كده، حد يجي يخرجني، انا بتكلم بجد. معلش مره ما جاتش على دي بقى، فاهمين؟ كل حاجه بقى ما جاتش على دي بقى، اسمع بقى ما جاتش على دي بقى. في الاخر بلاقي نفسي خدت في طريقي الاخضر واليابس. نعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ الناس اللي بتقولي OCD، انا OCD قوي مش الدرجه يعني، مش قوي يعني، بس مش عارفه مالي، مش عارفه. في السريع كانت الدنيا برضو من جوه كده، خدت بالي كده بالغلط اللي هي مش تمام، رحت خدتها بسكتي. احط بقى البصل بضمير مرتاح. طبعا انا حاليا هطبخ على كف عفريت، لان انا شلت الحوامل دخلتها الغساله تاخد لها غسله كده. يلا نعمل البصل عشان تتبيله الفراخ. تشغل النار، ما رضيتش تشتغل عشان ما كانش في حامل، فاضطريت ان انا مستناش بقى لحد ما يكمل الغسل عشان اعرف اعمل التتبيله وانجز. بعد كده ممكن ابقى اغسله تاني على ايدي، يعني كان عليه بس طبقه تراب. يلا بينا. معلقه زيت على النار ونحط عليها معلقه سكر تتكرمل. معلقه السكر بعد ما اتكرملت نضيف بقى البصل. كتري بصل عشان بيبقى طعمه حلو قوي في التتبيله دي. بعد ما البصل اخد لون عايزينه يستوي قوي، قطعت فلفلتين ونص فلفل حامي، مش قرن كامل عشان انا خايفه يشطشط الفراخ قوي. بس انت اعملي كميه حسب عدد الفرخات اللي انت هتعمليها. ممكن مثلا تكوني عامله وراك، دبابيس، اي حاجه، مش هقولك لا.
انا مش عامله غير فرخه واحده بس، فعشان كده حاسه ان انا كان المفروض اقطع الفلفل ده مربعات. مش اشكال، هو كده ولا كده هيطرى في الخلطه. المهم الخلطه دي كلها على فرخه واحده، فانت لا يعني زودي على حسب عدد الفراخ، نسيبهم برضو يتشوحوا مع بعض. بعد ما شوحنا بقى الفلفل شويه حلوين، نحط توم اساسي، عايز تحطي ما تحطيش، لكن انا لازم احط. بعشقه. لا بصوا بقطعه الفلفل صغير مش عشان نعرف بس ايه نحشي بيه، ولازم نحط كده في الفراخ وتحت الجلد وكده، تبقوا قطعوه صغير شويه. مهم احط معلقه دبس رمان، وممكن كمان لو مش عندك ممكن تحطي معلقه عسل اسود. عايزه اقول لكم الخلطه دي من جمالها بجد تتاكل حاف. المهم ناخد مكعب ماجي نحط عليه نص كوبايه ميه، مش كوبايه. ابوشه واضيفه. كمان الملح حوالي معلقه، بس معلقه صغيره، انا هي اصلا فرخه واحده، ممكن تكتري بس كده كده ما تكتريش ملح قوي عشان الماجي بيحرق الحاجه. تمام. نضيف بقى التوابل بتاعتنا، ملح وفلفل طبعا. فدلوقتي فاضل لي الفلفل، حطيت خلاص الملح، معلقه بابريكا، معلقه بهارات فراخ مش عندي، فهحط التوابل دي، هي حاجه زي الماجي كده بس برضو بيبقى طعمها حلو قوي. والكاري اساسي طبعا معانا في الفراخ، ورقتين لورا، ورشه، لا مش رشه كزبره، معلقه كزبره ورشه قرفه، بس اجيب القرفه بقى واحطها. لسه ما حطيتش التوابل على فكره. احط معلقه كبيره من الصلصه، ممكن كمان تحطي طماطم متقطعه صغير، عصير طماطم. وهي بقى بتمتص الميه دي هنحط التوابل. فلفل، رشه قرفه، معلقه ماجي، كاري، بحب الكاري قوي 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 قوي، وبابريكا. نقلب الكلام الجميل مع بعضه، ولما بقى ما يبقاش فيها ميه كده ابقى اقفل عليها واسيبها تبرد خالص قبل ما نتبل بيها الفراخ. بصوا الجمال والتسبيكه، شوفوا لي الحلاوه. ثقوا في الخطوات اللي احنا بنعملها كده. دلوقتي خلاص مبقاش فيها ميه خالص، نقفل النار ونسيبها بقى تبرد مع نفسها كده شويه. هكون انا صفيت الفراخ على مناديل كده ونشفتها تماما، بعد كده نحشيها بيها. طيب انا دلوقتي سايبه الفراخ تتصفى والتتبيله سايباها تبرد، وجهزت خلاص هتبلها في ايه. هروح دلوقتي اصلي عشان الظهر اذن، ممكن اقعد اقرا شويه قران عشان لما لولا بتيجي مبعرفش اقرا ولا ايه، فممكن اقرا شويه وبعد كده اجي اتبلها واخلص بقى باقي المطبخ عشان حالته بائسه جدا، والحاجات دي بقى اللي اتصفت دي تخش اماكنها عشان نحط غيرها، وهكذا وهكذا. اوكي يلا بينا. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. عملت فتحات في الفراخ عشان تشرب من التتبيلة كويس، ودي أحلى تتبيلة فراخ هتدوقوها في حياتكم، تجنن، تحفة، تسلم ايدي مقدما. المهم
نسيبها بقى في التتبيله لحد الفطار كده، قبل الفطار مثلا ساعه ونص ندخلها على الفرن. الاول بندخل على درجه حراره عاليه، وبعد كده بنهدي النار، يعني اول نص ساعه مثلا على درجه حراره عاليه عشان تمسك نفسها كده، وبعد كده بقى نسيبها تستوي على مهلها خالص. تسويها في صينيه عادي، وتحطي ورقه زبده وورقه فويل تغلفيها بيها، تسيبيها بقى تاخد تدي مع نفسها، او تحطيها في الحله اللي هي بتاعه تبر وير دي، برضو تحفه، بتطلع الفراخ بجد محمره حلوه قوي. والكل بيسالوني بجد هي عندي من اول ما اتجوزت، يعني بعد سنه مثلا من الجواز وما شاء الله عايشه، فانا ما اعرفش ايه النظام دلوقتي او بقت بكام، مش عارفه الصراحه، بس هي تحفه. كملي. انا خدت اول البول مسكتها عشان اروح ارميها في الباسكت بول. تمام. فبعديها انا وصاحبي كنا بنلعب مع بعض عادي. حلو. رحت ده في امان الله لقيت الاوردر التحفه القمر ده وصل، بركاتك يا حاج صقر. ده منظم، مش عايزه احط بقى فيه شاي اخضر شاي وكده، واجيبه جنبنا ونقعد بقى نصب والحركات دي واحنا قاعدين. وده برطمان عادي جدا، انا مدمنه برطمانات. قولوا لي ايه اكتر حاجه بتحبوا تجمعوها في حياتكم؟ انا البرطمانات، كنت زمان بحتفظ بالبرطمانات، دلوقتي بقيت اركز ان انا اجيبهم كلهم نفس الشكل بس باحجام مختلفه، بس انا بحب البرطمانات قوي، يحبوها معايا. وده اشيك وارق واحلى طبق في حياتي، قمر هغسله عشان اكل فيه الليله. ودي ستيكرز عشان الزقها على التوابل والحاجات دي، بس انا بفكر ان انا الونهم الاول، يعني اخلي فيهم كده ايه شكل. بس هل الماتيريال هتساعدنا ولا لا؟ مش عارفه الصراحه. ماشي، خلينا نجرب برضو في انتظار الحاج صقر. الحاج صقر وصل بالسلامه، بس هو نايم. انا عايزه اشتغل بالراحه. كمل بس تلميع، هدخل بقى الفرخه على الفرن تستوي براحتها. هدي بس رشه زيت في الصينيه، لان انا مش هحط تحتها اي خلطه ولا بطاطس ولا اي حاجه. بجد ألذ طريقه هتعملوا بيها الفراخ. انا بسخن دلوقتي الفرن وهدخلها الساعه 4:30، فايه تستوي بقى براحتها. عارفين انتوا اللي بيعملوا كده يضربوا كده يلاقوا الحاجه جهزت؟ عارفه انا عماله اضرب من الصبح مفيش حاجه محوقه، مفيش حاجه بتخلص. فريزاتي منوره حياتي. وطبعا لو انتوا فاكرين ان انا هعمل مكرونه بشاميل تبقوا غلطانين، عشان مش هعمل بشاميل، انا اصلا مش قادره. المهم بصلايه، بعديها حطيت الثوم، وبحب اشوح معاهم التوابل، النكهه في الصلصه بتبقى اقوى، بتبقى متسبكه تحفه. حطيت بابريكا ونص معلقه كده مرقه، حطيت ايه تاني، كبابه صيني، وبس. حط عليها بقى الطماطم ونضيف معلقه صلصه وشطه وكل الكلام الجميل مع بعض. حطيت شويه بتنجان كده في الاير فراير، ما نقدرش نقول عليها مسقعه، يعني ممكن نقول مثلا بتنجان بالخلطه. يلا اعمل بقى السمبوسه هنا، لانه لما عملتها المره اللي فاتت شويه في الاير فراير كانت ناشفه وما كانتش حلوه خالص. سيبها بس تسخن. والنوع ده حلو قوي اللي هو الميكس تشيز، بجيبها من بريدفاست، حلوه جدا. يلا بينا. مش عايزه اشغل عليها الشوايه، مش عايزه، مش محتاجه اصلا، بس هشغل عليها الشوايه. معلش، خطوه لابد منها. ماشي بعد الفطار ب3 دقايق. ايه يا لولا؟ اظن دلوقتي من حقي كإنسانة قبل ما اكون مامي
قبل ما اكون زوجة ان انا اشرب لي اسبريسو، صح ولا ايه؟ يلا كله بثوابه، يلا بينا. لا لا، قلبي الصغير، قلبي مش مستحمل الجمال ده. انت فين من الصبح يا غالية؟ اروح احاول اقعد في روقان، احاول مش اكيد. فراش جديد. اتمنى تكونوا اتبسطتوا معايا النهارده. كل سنه وانتم طيبين.